يلا قول كلمة. خالد قاسم صاحبي جميل. ده خالد. اوكي خالد قاسم. اوكي حاضر. خالد قاسم اوكي. يلا. اي فرح حلو لازم تبقى موجوده فيه يعني نجمه الشعبيه الاولى في مصر والوطن العربي هدى منورانا، ويمكن بعمل لقاءات معاكي لان ما ينفعش الفرح يعدي من غير ما اسمع الف مبروك للعريس والعروسه. ربنا يخليك يا محمد، ما ينفعش الفرح طبعا من غير مسايا، اكيد مبروك لاحمد ومنى. اخبار الشريط ايه؟ والناس كلها بتسال كل شويه عماله تاجلي، بتتقلي على الجمهور ليه؟ والله ابدا انا هموت والشريط ينزل بس غصب عني والله يعني بص شوف الواد ده فيها ده انت سارق بقى برومو مكسر الدنيا. يعني يا رب بالنجاح يا محمد يا رب. خالد قاسم كمان انا حابب ان انت تحقيقي الصحفي جامد جدا، تحيه جامده جدا ليك. طبعا انا بقول له يا خالد الف مبروك ويا رب يكتر افراحكم ان شاء الله. بصوا يا جماعه يعني مهما حد قلد هي مسايا هي الاولى في مصر، وانتظروني بعد الفاصل هدى. دي يا قمر هتبدا بايه؟ كمان مع بعض. نتفرج على فرح صح وحفله صح يبقى مسايا. بقول لك ايه، كلام على مين؟ على فرح في مرح، سوري مرح كلام على مين؟ على مرح في فرح. المية مية انت الكلامنجيه القناه 100 100. يلا اتفرج عليه بقى. يلا يا باشا السعد الصغير. يلا ناخد لقاء. لو مش حلو ناخدها تاني. ايه تمام يلا بينا. دايما في كل افراحنا منورنا نجم الاغنيه الشعبيه في مصر والوطن العربي سعد الصغير، وانا المفروض اقول لك يعني تغير بقى سعد الكبير مش الصغير. صغير عشان مفيش مشاكل. بس حماده انت منورنا. عايز اقول لك حاجه، لو طلع 55 قناه يقلدوكوا
انت ربنا مديك موهبه انت والمخرج، وان اول التقليد ما بينفعش. عمرو دياب ما ينفعش تقلد، ده محمد فؤاد بحيث مش هتقدر تقلد. فطالما انت اللي عملت ده انسى ان حد ياخد منك مجهودك. عصام كاريكا ما حدش يعرف يقلده، حد يعرف يعمل دندنه زي عصام كاريكا؟ والله بيعملوا، بس ما برضه يعني الاصل والتقليد سهل. انت اللي تعبت فما حدش يعرف يقلدك. سعد الصغير فيه 50 فرقه ما حدش يعرف يقلد سعد الصغير، هو ربنا عايز كده يعملوا بقى برنامج بس مش عارف ايه لو 50 قناه، لان انت تعبت انت والمخرج وعملته فكرايه. يجي واحد تاني ياخدها وينجح لا يمكن ربنا هيديها له. فربنا يكرمكم. كفايه اقول لك حاجه، خفيه دمك وذوقك اما انت بتقف مع الفنانين. انا في اي فرح بحب فرح في مرة، لان انتوا بتيجي من بدري مستقبل كونك انك تيجي الساعه 12 الظهر وتقعد مع العروسه وتروح، يبقى ربنا يكرمك. لكن انت عايز واحد قاعد جاهز ده فكرايه ياخدها، انسى ان اي قناه تعرف تقلدكم. انا بتكلم وهم عارفين انا ما بخافش، ودي طبيعيه. هيقلد ايه؟ هتقلد ايه؟ هتقلد الضحكه؟ هتقلد الابتسامه؟ هتقلد ايه بالظبط؟ ده هو ربنا مدي سعد الصغير كده ومدي الراجل ده كده. هتخش انت بقى في علم ربنا. لو جبت حتى اقول لك حاجه، لو صورت الفرح بكاميرا سينما مش هتنجح، لان فرح في مرح هي اللي عامله الموضوع ده. وكل سنه وانتم طيبين. وعايز اقول لك يا حماده انا بحبك تبقى موجود في فرح. الفرقه لما بتشوف بيشتغلوا بحماس، عشان ده عايز يقول لهم انا كنت في الفرقه انت، فالفرح بيطلع كويس. احنا هنكسر الدنيا معاك بقى فوق بقى فقره جامده جدا. يلا يا ابن عمي. بنبوطيه والصعيدي وكل حاجه. يلا يا ابن عمي. طب نغني بقى يلا. نغني. كل جمهور مرح فرح مستني سعد الصغير يغني. ايه وحد فيكم زعلهم؟ وهتلف معايا. ايه؟ اوكي انا هيمسك بقى المايك. هو هيمسك المايك. اوكي. واحنا غنينا قبل كده معاك واحد زعلوني على طول بنغنيها. ممكن تغير تغيرها عشان بس ممكن صوتك تمام. قاعد يلا. ايوه هتغني عادي. اوكي استنى اقول ايه يا غني بس خش. اوعى حد فيكم زعل امي خلوا امك ما تخنقهاش عظمي لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فوقها بوسه مع احترامي لامك ولعمي في الاتفاق الكلمه كلمه امي امي عايزه تقابل امي بس مش هبعتها لامي الا لما تقول تعمل واجب مع امي عايزه تريح امي واوعى حد فيكم زعل امي. يلا يا باشا.